السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. نسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى على هذا النصر. غزة ما انتصرتش على الكيان بس، غزة انتصرت على أمريكا والناتو ومخابرات دول كتيرة جدا كانت بتساعد الكيان. عشان كده التغير اللي جاي تغير خطير. المقاومة هتبقى أقوى جيش في المنطقة، أقوى من الكيان، أقوى من مصر، أقوى من السعودية، أقوى من الأردن، أقوى من الإمارات. المقاومة في غزة هتبقى رقم واحد، وهتشوفوا الدول دي هتقابل أصحاب المكتب السياسي للمقاومة في بلادهم إزاي. الحمد لله رب العالمين على نصر الله، وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا يلحقنا بالشهداء بإذن الله. الكيان ارتكب خطأ جسيم، إن هو ما اداش حل للمقاومة، إما النصر أو الاستشهاد. لما بتخلي واحد ما عندوش اختيارين إلا النصر أو الاستشهاد بيستبسل. والحمد لله رب العالمين هم مستبسلين من قبل كده وعندهم عقيدة قوية سليمة، ربنا يبارك فيهم. علشان كده المقاومة فضلت الاستشهاد على التسليم، والحمد لله ربنا نصرهم في الآخر. وده اللي بيعمله معانا السيسي بالظبط، معادلة صفرية، لا احنا لا هو بيقول لك لنا لا الشعب. علشان كده إن شاء الله الشعب هو اللي هينتصر في الآخر. السيسي ما بيستخدمش خونة الجيش وخونة الشرطة فقط، لأن في ناس في الشرطة كويسين وفي ناس في الجيش كويسين، واتكلمت في الموضوع ده فيديوهات أخرى. لكن السيسي بيستخدم الإعلام، سحرة فرعون. السؤال اللي بيفرض نفسه، هما ازاي الإعلاميين دول حاسين بالأمان؟ يعني محمد الباز لما بيقولك اديها له هنا، وأحمد موسى لما بيقولك أنا عايز دم، الناس دي حاسة بالأمان ازاي في وسط الناس اللي بيهاجموهم أصلا والحدق يفهم؟ الناس دي المفروض تبقى مرعوبة لأنها تسببت في أذية ناس كتير وقتل ناس كتير واعتقال ناس كتير. فالمفروض الناس دول يخافوا، يخاف من الطباخ اللي بيعملوا الأكل، والسواق اللي بينقله من مكان لمكان، والناس اللي حواليه. أنا طبعا بستفسر والحدق يفهم. في كذا نقطة هتكلم فيها في عجالة. موضوع 25 يناير، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. حكومة مرعوبة، شعب بيغلي، رئيس خاين بيستمر في قمع الشعب. لو نزلت، حمايتك وأمانك أهم حاجة. لازم يكون معاك حاجة تأمن بيها نفسك. لو نزلت ولقيت حراك، لقيت ثورة، لقيت شرارة للثورة، انضم لإخواتك. لو ما لقيتش، خد بعضك وارجع بيتك على طول. حمايتك وأمانك وانت أهم عندي من أي حد تاني، لأن لسه في جولات وصولات. لو ما حصلش حاجة في 25 يناير هتحصل الشهر الجاي، الشهر اللي بعده. بس إن شاء الله هو نهايته قربت بإذن الله. حمايتك وأمانك أهم من أي شيء. لقيت حاجة كمل مع اخواتك في الشارع، ما لقيتش روح بيتك عشان هنحتاجك في حاجة تانية. لازم تبقى في حكومة موازية للحكومة اللي موجودة. يعني مثلا لما رئيس الوزراء اللهطل يطلع يتكلم، أو رئيس المالية اللهبل اللي يطلع يتكلم، يبقى رئيس الوزراء بتاعنا في الحكومة الموازية أو حكومة الظل يطلع ويرد عليه. هتعمل حكومة موازية على النت؟ هعمل حكومة موازية على النت. يبقى لينا على السوشيال ميديا صفحات، الناس تدخل وتسألنا ونتكلم معاهم وتتكلموا معانا. اللي بيشوف الفيديو بتاعي يحاول يوصله لأي واحد معارض موجود، ثوري حقيقي عايز فعلا يعمل حاجة للبلد دي. لازم الناس تحس بالأمان. لازم الناس تعرف إن لما السيسي وحكومته يمشوا يلاقوا البديل، لأن لسه في لغاية دلوقتي ناس تقولك طب لو السيسي مشي احنا هنعمل ايه؟ بس لما واحد يجي يسألكوا هنعمل ايه، هيقول لك لا، ده في حكومة موازية، في ناس مسؤولة عارفة هي بتعمل ايه. ده مشروع كبير انا مش هقدر اعمله لوحدي، لازم الناس تتحرك معايا او الناس المعارضين يتحركوا معايا. فارجو ان اي حد بيشوف الفيديو ده يوصله للناس المعارضة. اخر حاجة ودي مهمة جدا، لازم يكون في توازن قوة في البلد. جيش وشرطة مسكنهم خونة،
فيهم ناس كويسين بس ماسكينهم خونة. ما ينفعش يبقوا هم القوة الوحيدة في البلد. لازم يكون في حرس للشعب أو حرس شعبي أو الحرس الشعبي، قوات الحرس الشعبي تبقى موجودة مع سلاح بتوازي الجيش. ده لا ينفع ينقلب على ده ولا ده ينفع ينقلب على ده، عشان نضمن توازن القوة في البلد. قوات الحرس الشعبي أو صقور التحرير هيكونوا تابعين للمحليات، المحليات اللي بيختارها الشعب. كل منطقة ليها إدارة محلية، الإدارة دي تابعة ليها قوات من قوات الحرس الشعبي أو صقور التحرير، علشان بعد كده اللي عايز يعمل انقلاب هيلاقي قوة أخرى موجودة في كل شارع وفي كل بيت في مصر، فهيضطر إن هو ينزل لكل شارع وكل بيت عشان يسيطر على الدولة، وده مستحيل. مستحيل حرفيا أي جيش ممكن يعمل كده في أي مكان في العالم. فدي حاجة إن شاء الله إحنا هنشتغل عليها في الفيديوهات الجاية. اعمل اللي تقدر عليه، أنت مش ضعيف. أنت عارف أنت ليه مش ضعيف؟ لأن السيسي مرعوب منك، لأن أنظمة السيسي كلها مرعوبة منك، أمريكا مرعوبة منك، الكيان مرعوب منك أنت، وما نصره إلا من عند الله. خلوا بالكم من بعض، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.